قدر الكبار دائما ان تسرق منهم المباريات بهذه الطريقه، وزد عليها الاصابات. دائما قدرهم ان تسرق المباراه بهذه الطريقه، وكأن صارت من العادات والتقاليد في الدوري للهلال انه يحصل على ضربات جزاء اكثر من عدد الاهداف اللي يسجلها في كل مباراه. لازم الفريق اذا ما قدم المباراه اللي مطلوب منه داخل ارضيه الملعب ويخرج لك اما حكم الساحه او حكم تقنيه الفي ار ويهديه هذه الهديه، انزين، ويعطيه ضربه جزاء. احنا مو خلاف في ضربات الجزاء، ضربات الجزاء ان كانت صحيحه الفريق يستحق، لكن المشكله اكثر من فريق بالدوري السعودي بعد المباراه قاعد يطلع ويشتكي من الامور اللي قاعده تحصل داخل ارضيه الملعب. يعني اليوم مو بس فريق النصر، خلينا نقول والله فريق النصر الوحيد اللي مثلا قاعد يتكلم عن ضربات الجزاء والاخطاء الفنيه وكذا. كل فريق يلعب مع الهلال ياخذون اللاعب بعد المباراه بالمؤتمر الصحفي يضحك على بعض القرارات اللي قاعده تصير في داخل ارضيه الملعب، وكأن الشيء قاعد يعيد نفسه. يوم لعب الهلال مع العين وحصل العين على 3 ضربات جزاء، خرج الجمهور الهلالي يتكلم المشكله، يتكلم عن ضربات الجزاء اللي حصل عليها العين. ما هو تكلم عن الاخطاء اللي انت حصلت عليها طول الموسم، العالم قاعد تشتكي. هل حسيت انت الحين في قيمه الظلم اللي انت انظلمته في دوري؟ إذا كانت ضربات جزاء صحيحه للعلم يعني، مع انه يعني اذا مو ثلاثتهم صح، خلي يكون، خلينا نقول الثنتين يعني 100% واضحين، وواحده ممكن عليها حكمنا يحكم صح؟ تمام. احمد العلي. لا اللي هو الحكم الاردني. فدائما نلاقي ان فريق الهلال هو اللي عليه الشبهه في كل الحالات التحكيميه. احنا ما نحط الخطا،